شوف التوظيف الصحيح للعطر لما يكون مستوحى من قصة معينة أو مستند على مرجع معين. عطر عجم من ديوان مستوحى من مقام عجم من المقامات الموسيقية. خلينا نشوف خصائصه. أول خاصية إنه من المقامات الشرقية الأقرب للميجر سكيل أو السينما الكبير بالمقامات الغربية. ثاني شيء هو مقام مبهج ومشرق، بيستخدم بالأغاني الوطنية بالأناشيد الدينية وبيعطي شعور بالبهجة، وعموما بيعطي شعور بالثبات والارتياح لأنه مستقر نوعا ما. فتمثيل عطر عجم لمقام عجم كتير واضح. افتتاحيته مبهجة ومشرقة جدا من ريحة الحمضيات الفريش سبايسي، بنفس الوقت هو مزيج ما بين الروح الشرقية للعطور بالطابع العنبري شوي سبايسي بقاعدته مع العطور الغربية اللي بتعطي بشكل عام الطابع الفريش والسهل. ومثل مقام عجم كمان عجم كعطر بيعطي شعور بالارتياح لأنه العطر نفسه قريبة من القلب، ريحة سيتريسي شوي فيها لمسة مثل ما قلنا فريش سبايسي زهرية خشبية. الريحة الخشبية لحد واضحة هون بالعطر، وكل ما يتدرج العطر أكثر كل ما يقعد على قاعدة بتكون أهدى، فبتعطي طابع كمان مثل ما قلنا بيعطي شعور بالارتياح. أداء العطر بشكل عام يعتبر جيد جدا، مناسب لكل المناسبات لكل الاستخدامات لكل الأوقات. بحسه شخصيا ممكن يميل رجالي شوي. إذا جربت عطر عجم أعطوني رأيكم فيه تحت بالكومنتس. أنا كمال، إذا بتحبوا تسمعوا أكثر عن العطور تابعوني. شكرا.